ده جيمي يوزر قديم اللي بيقولك قبل ما ينزل على الشغل لازم يفتح بيقولك ويبص على كل الطرق أو يدوس على طريقي ويشوف بس الطرق اللي دايما بيستعملها. جيمي أول لما قابل بوب قال له إن الدائري النهاردة أحسن حاجة عشان عارف من بيقولك إن في حادثة على المحور. الدائري كان حلاوة بس الاتجاه التاني زحمة جدا، فجيمي دخل على اللي بيقولك يحذر الناس ويقول لهم إن في تصليحات في الطريق. جيمي وبوب كملوا في طريقهم وبالصدفة قابلوا منى اللي عربيتها كانت عطلانة. دخل جيمي على بيقولك تاني وداس على الحقني واختار خدمة الونش. لما جيمي وبوب وصلوا المكتب دخلوا على بيقولك يعملوا ريبورت على الطريق اللي جم منه. انا جمال صادق احد مؤسسين بيقولك وقريبي. كنا بندور على تقريبا في 2010 كنا بندور على فكره نبدا نعملها انا وهو. فجات لنا فكره، كنا بندور على المشاكل اللي موجوده في القاهره اللي بتواجه الناس وعايزين نحلها. كان من ضمن المشاكل اللي بتواجه ناس كتير ان هم بيخشوا اي مول بيتوهوا. فبدانا ندور على خريطه، يعني طرق لخرائط كويسه للمولز، وان احنا نقدمها لاكبر مول موجود في القاهره عشان يعملوها للناس، فالناس تبقى بتعرف تتحرك في المول بطريقه اسهل. تعبنا جدا عشان نعمل حاجه زي كده، وبعدين وصلنا عن طريق احد معارفنا لحد في المانجمنت بتاع المول دوت، ورحنا قابلناه. الفكره ان لما رحنا قابلناه قال لنا انتوا ما ينفعش تيجوا مش محضرين، لازم لما تيجوا تقابلوا حد في المركز دوت لازم تبقوا جايين عارفين انتوا هتعملوا ايه بالظبط، جايين عارفين كل نقطه تتكلموا فيها مول. وقال لنا يعني تقريبا قال لنا انتوا مش نافعين في اي حاجه. ولو انا وجمال خرجنا من الميتنج ده كان ممكن حد غيرنا يحبط ويقول مش نافعه واحنا حاولنا وما نفعتش، خلينا بقى نشوف اي حاجه. الفكره ان انا وجمال بعد كده خرجنا من هنا مصممين ان احنا لا، عايزين نعمل حاجه، ودي درس اتعلمناه وهنكمل بعد كده في حاجه كويسه. كان في مشكله تانية غير مشكله المول، اللي هي مشكله الزحمه. دي مشكله بتواجه اي حد في القاهره. و النقطه ان الناس بتقول لبعض، بتحذر بعض على الزحمه فين. يعني ممكن ابقى نازل من الشغل، فلبست في زحمه كوبري اكتوبر، فبكلم واحد صاحبي عارف ان هو هياخد نفس الطريق اقول له ما تمشيش في الطريق. او واحد هيكلمني قبل ما ينزل يقول لي انت مشيت منين والطريق كان زحمه ولا فاضي. فالفكره جت ان بدل ما واحد يقول لواحد صاحبه بس، هو المعلومه موجوده عنده، ممكن اسهلها له ان هو يقولها لناس كتير. من هنا هي جت فكره بيقولك. دي كانت الفكره في الاول، وبعدين الموضوع شويه نام شويه مننا، وبعدين ربنا الهمني كده بفكره اسم بيقولك. عجبني جدا الاسم واتكلمت عادي فيه، عجبه جدا. فرحت على طول، اول خطوه عملتها هي حاجه بسيطه بس فرقت معانا كتير. رحت اشتريت على طول الدومين نيم بتاع بيقولك دوت كوم. اول ما اشتريته، يعني هو حاجه ب$10 مش حاجه، بس يعني لما اشتريت الدومين نيم حسيت ان هو كانها خطوه رهيبه. بقى عندنا دومين نيم اسمه بيقولك دوت كوم، فحسيت ان هو زي ما تقول ايه، عبء عليك يعني، او عملت حاجه يعني. فده خلينا نرجع تاني نسخن على الموضوع، وابتدينا نتكلم مع قرايبنا زي ما علي حكى وبس. ومن هنا ابتدت بقى يعني ابتدى التيم يتكون. طبعا مهم قوي ان انا عايز هايلايت حته انه التيم، يعني اتعلمنا من اول مره لما رحنا مع علي لوحدنا. يعني بتبقى في حاجات صغيره ممكن ما نبقاش احنا واخدين بالنا منها جيفن الباك جراوند بتاعنا، بس التيم لما يبقى التيم متكامل بياخد باله، يعني كل واحد بياخد باله من الحته اللي هو يعني على الاقل عقل تاني بيفكر معاك، يعني ده اقل واجب يعني. بدأنا بقى شغل على طول. بدأنا ان احنا عايزين نعمل سيرفي، نعرف اصلا الناس هتبقى حابه فكره زي دي ولا لا. فعملنا سيرفي اونلاين، عملناه بعتناه لاصحابنا على فيسبوك وبعتناه قلنا للناس يعني ان هم يعملوه. ولقينا ان احنا فعلا ماشيين في الطريق الصح، ان الموبايل ابلكيشن دي اكتر حاجه هتبقى عاجبه الناس، وان فعلا الناس هتبقى محتاجه حاجه زي دي. وبدانا ان احنا نشتغل في نص السيرفي وكده.
طلع كومبيتيتور لينا اسمه الزحمه دوت كوم. الزحمه دوت كوم هي كانت نفس الفكره، ان الناس بتقول لبعض على الزحمه فين، بس ما كانتش منظمه، وكانت عن طريق الاس ام اس. يعني الناس بتبعت اس ام اس لرقم معين، وبيطلع كل الابديتس تحت بعض في ويب سايت. فما كانتش احسن حاجه للكاستمرز. كانت الفكره ما كانتش هتبقى احسن حاجه طريقه للكاستمرز الناس تعرف بيها الزحمه فين والطرق الفاضيه فين. بس الزحمه دوت كوم دي خوفتنا ان هم ممكن يبقوا بيفكروا في نفس الابلكيشن بتاعتنا. فحبينا ان احنا كنا نبقى احنا اول ناس. فبدانا ديفلوبمنت لمده 3 اسابيع. كان 3 اسابيع شغل يعني من نار ما كناش بننام تقريبا. يعني حاجه غريبه على المجتمع عندنا او على يعني في الثقافه عندنا ان واحد يعمل مشروع، يبتدي مشروع كده ويعني طبعا هتقابل بقى. قابلت ناس كتير من اصحابي جدا اللي هو مثلا طب وهجيب فلوس ازاي؟ سؤال سخيف جدا. لو اتسال وهو فعليا ساعتها ما كانش عندي ليه اي اجابه ممكن يوقفك. يعني انت لو وقفت بس تقول ثانيه واحده انا طب انا هجيب فلوس ازاي، او يعني او ابتديت افكر لقدام قوي في بقى في المشروع ككل كان ممكن اقف. كنا عايزين نلانش باسرع وقت ممكن بعد ما لقينا الكومبيتيشن. فاللي حصل ان احنا بالصدفه جدا طلع اول يوم يعني نقول للناس على الابلكيشن كان يوم 10/10/2010. انا عايز احكي بس شويه شغل حصل قبل اللانش. غير الامبلمنتيشن، التكنيكال امبلمنتيشن والديزاين. كان في حاجه مهمه جدا ان احنا نختار الطرق ونبقى متاكدين ان احنا دايما عندنا ابديتس على الطرق حتى لو ما فيش ناس بتقول، يعني عشان يبدا الناس تقدر تبقى عندها ثقه في الابلكيشن. فكان في وليد مصطفى، هو ما كانش معانا من الاول، بس هو كان دوره في الاول ان هو يختار يظبط معانا الطرق ويبقى بيمانج السوشيال نتورك بتاعتنا، وان دايما يبقى متاكد ان في ابديتس على الطرق، بيسمع الراديو ويعرف يعرف الاخبار من النشرات المروريه، وبيحاول يكلم اي حد على الطريق يقدر يعرف منه ابديت. كان في سبورت جامد جدا من اهلي، كانوا اهلي مشجعيني جامد. بس مثلا دايما كنت تلاقي مثلا جدتي برضو على جنب تقول لي طب انت مش لازم تكمل في الجامعه. اول ما قررت ان اسيب شغلي في الجامعه مثلا جدتي كانت لا يعني كانت معارضه جدا الحكايه دي. يعني كويس قوي اللي انت بتعمله بس اعمله على جنب، بس ركز في شغلك. لان يعني هي برضو مؤمنه. انا متخيل جدا انه بالنسبه لها حاجه صعبه. يعني مش سهل ان انت تعمل مشروعك او تعمل ايا كان. بتبقى العمليه بالنسبه لها انه انت عايز تعمل اللي تعمله على جنب اعمله، بس المهم تبقى شغال في كارير معين ليك، سواء بقى هتبقى معيد وبعدين مش عارف دكتور. يعني قصدي الحاجه الواضحه الصريحه تامن مستقبلك، الكلام اللي هو متفهمه جدا. بس ده ما كانش خالص يعني ما كناش واخدين الموضوع بالطريقه دي. كنا مؤمنين جدا بالفكره، يعني بنعملها لمجرد ان احنا مؤمنين بيها، مش مثلا هتجيب لنا فلوس. ما كانتش فكره صايعه هتجيب لنا مليون جنيه. هي دي ده اللي كان الحافز بتاعنا. بعد اول يوم لما كان في 5000 يوزرز بداوا يستعملوا، بيقول لك في حاجه تانية حصلت، ان فودافون كلمونا كانوا عايزين يخشوا معانا يعني من اول يوم. دي حاجه برضو يعني فرقت معانا جدا، ان احنا حسينا لا يعني الناس عايزاها والشركات كمان عايزاها. يعني كان فودافون كانت عايزه تخش معانا بارتنر من الاول. في الاول ما كانش فيه فلوس برضو، يعني ما كانوش هيدونا فلوس عشان يخشوا معانا بارتنر. هو كان في الاول الديل ان هم يعملوا لنا دعايه في مقابل ان هم يبقوا يحطوا اللوجو بتاعهم عندنا. ودي حاجه فرقت معانا جدا. في الاول الزقه اللي هم عملوا لنا، بعتوا اس ام اس شوتس اس ام اس للناس وعملوا لنا دعايه على الويب سايتس بتاعتهم. دي حاجه فرقت معانا جدا وخلتنا ننتشر اكتر. مش هقدر اقول لكم قد ايه كنت سعيد يوميها لما انا يعني طلعنا. وانا فاكر كويس قوي يعني طبعا كنا مطبقين بقى لنا كذا يوم والكلام ده كله. ورجعت نمت وصحيت ماليش دعوه بقى. بيقول لك خلاص هو طلع زي ما طلع، الناس بتستخدمه ما بتستخدموش. كنت رايح بالليل العب كوره، وما كنتش مصدق نفسي لما لقيت الفريق اللي انا بلعبه اللي هو الفريق التاني اللي انا ما اعرفهمش خالص، وبيتكلموا عن حاجه كده صايعه اسمها بيقول لك حد شاف بيقول لك مش عارف ايه، جات لهم من البرودكاست مسج. طبعا ما كنتش مصدق نفسي. كنت حاسس ان ده يعني دي لوحدها كانت يعني خطيره. يعني ان انا في اقل من يعني في ظرف كام ساعه وصلت الناس انا يعني ما اعرفهمش اصلا، بس الابلكيشن وصلت ليهم. ويعني طبعا ده كان بالنسبه لي يعني خطير. واخر اليوم بقى عرفنا ان احنا كان عندنا حوالي 6000 ريجستر، يعني 6000 مستخدم جولنا في اول يوم.
طبعا ده كان يعني زي ما بتكلم ان انا كنت بقول اقصى طموح ليا لما نيجي 1000 هنعمل ايه يعني خلاص كده عدينا. فلما اول يوم يجي لنا 6000 حوالي 6000 مشترك ده كان يعني طبعا توفيق من عند ربنا رهيب يعني. بدأنا نسمع الناس عايزة ايه. يعني كان في ناس كتير عايزة بيستخدموها بيسألوا بعض، فعملنا حاجة اسمها سؤال عشان الناس بدل ما يحطوا ستيتس غلط عشان يسألوا، عملنا حاجة اسمها سؤال. ومع الثورة والانفلات الأمني اللي حصل حسينا ان الناس محتاجة يعرفوا فين الأماكن اللي ممكن يمشوا فيها وفين الأماكن اللي خطر، فزودنا ستيتس اسمها خطر عشان الناس تساعد بعض ويعرفوا فين الاماكن اللي فيها مشاكل. وعملنا حاجه اسمها الحقني حطينا فيها نمر الشرطه العسكريه والبوليس النجده والمطافي والاسعاف، عشان لو حد عايز يقدر يعرف يكلم حد يستغيث بيه. وزودنا حاجه اسمها ونش عشان لو حد عربيته عطلت محتاج ونش يجي ينقلها. التيم او التيم المؤسس عباره عن ست اشخاص. ابتدينا 5 وانضم لنا واحد زياده اللي هو وليد مصطفى. باختصار شديد انا وعلي رافع ومحمد رافع هي الناس اللي كانت مسؤوله عن الديفلوبمنت في الاول التكنيكال. يحيى اسماعيل كان مسؤول عن اليوزر انترفيس والجرافيكس واي حاجه ليها دعوه بالشكل بتاع الابلكيشن، طبعا اللوجو طبعا. ومصطفى البلتاجي مسؤول عن الماركتنج والتسويق الفكره والبيزنس سايد وهكذا. اول ما ابتدينا في اول يوم خالص طبعا احنا كلنا قرايب، يعني دي حاجه نقطه، ودي حاجه انا شايف انها فرقت معانا جامد لانه بنتخانق كتير بس في اخر اليوم برضو يعني قصدي متربيين مع بعض فمفيش مشكله. قصدي يعني فرقت معانا جامد ان احنا قرايب، ففي اخر يعني عيله واحده، ففي اخر اليوم ما عندناش اللي هو يعني مهما اتخانقنا وبنتخانق على حاجات صغيره، بس قصدي مهما اتخانقنا في الاخر يعني ما في عمرها ما يعني قصدي قرايب يعني ما فيش مشكله يعني.